33 نقطة، لعب 16 ماتش. المنتكرنس الاسبوع ده الخامس جمهورية شبين 22 نقطة، السنبلاوين 21 نقطة في السادس، ديكيرنس في السابع، وتقريبا بيبتعد شبه تماما يعني عن المنافسة. تعالوا نشوف عبد النبي النادي ورفاقه جابوا لنا ايه من بلدية المحلة. نرجع لكم مرة تانية. طبعا اللي بيضيع الاهداف اللي انت بتشوفها دي لازم يطلع كده. احنا 10 ماتشات نفس السيناريو، سجل ما تقدرش تحافظ على المكسب. ده بقى ولا تكتيك ولا تدريب ولا بتاع، ده رجاله في الملعب. هم الماتشات اللي بيستعدوا لها كويس، وزي ماتش طنطا زي الماتشات الكبيره اللي هم عملوها بيبقوا شكلهم كويس. الحمد لله طبعا على النتيجه، بس هقول لحضرتك يعني احنا جايين من ماتش طنطا الحمد لله عاملين ماتش كويس، اللعيبه كانت فورمه كويسه، اتمرنا الاسبوع ده كويس قوي بصراحه. الكابتن رمضان والكابتن شريف والجهاز كله تعبنا مع اللعيبه وشغالين معاهم طول الاسبوع، شغالين على الجون من الجناب ومن القلب، واديك شفت في الماتش. بحمد ربنا طبعا باللعب نادي كبير وتاريخ كبير بحجم نادي بلديه المحله وفي ملعبه، ولسه كسبان متصدر الاسبوع اللي فات نادي طنطا، فبالتالي كان مباراه صعبه علينا جدا. احنا لعبه كويسه بس عديمه الخبره لحد ما. قدرنا الشوط الاول كان في زياده عن اللزوم، كان نادي بلديه المحله افضل مننا سيطره ولعب واداء ونتيجه. دخلت اول الشوطين هديت اللعيبه وقلت لهم احنا لسه بدري، وخلي ثقه في ربنا، ثقه في نفسك والعب كوره، والنتيجه سبب ربنا. قدرنا الحمد لله بمساعده الجهاز كله نعمل 3 تغييرات موفقه كلها هجوميه. قدر منها اللاعب محمد شريف من اول لمسه له يحرز هدف التعادل. بشكر طبعا اللعيبه، بشكر مجلس الاداره، بشكر جمهور ديكيرنس. اعتقد البطء ده ريحنا الى حد ما. احنا طمعانين جدا ناخد مركز ان شاء الله. عندنا المنصوره، عندنا سرسلان، عندنا سمنود، ربنا وفقنا نعمل نتيجه ايجابيه نقدر نحط ديكيرنس في وضعه الطبيعي ويكون في المربع الذهبي ان شاء الله. بونت غالي جدا 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 من نادي كبير زي البلديه، والحمد لله اللعيبه في الطقم الثاني نفذوا تعليمات الكابتن عبد اللطيف على اكمل وجه، وربنا كرمنا بكره ثابته شريف اوجو البديل اول لمسه له ان شاء الله جاب جون، والحمد لله جون التعادل. وهارد لك البلديه، ومبروك للاعيبه ديكيرنس وجماهير ديكيرنس. والله الحمد لله يمكن مباراه النهارده كويسه، كانت مفتوحه من الفرقتين، كل الفرقتين بيسعوا على الثلاثه بونت. الحمد لله النهارده قدرنا نوقف نادي البلديه، فريق كبير وبنلعبه في ملعبه. الحمد لله النهارده ادينا مباراه كويسه، كنا اقرب للفوز في الشوط الثاني. الشوط الاول البلديه كان احسن وهو الاقرب. الحمد لله توفيق ربنا النهارده، راضيين على الاداء وراضيين على البونت الحمد لله. الحمد لله على البونت، بنلعب فريق كبير، فريق محترم. الحمد لله ربنا كرمنا ان انا نزلت اول لمسه ليا جبت جون، ولكن احنا مظلومين من اول السنه وربنا بيكافئنا، لان ربنا ما بيسيبش حد حق حد. هي الكوره كده، الكوره تجتهد وتلتزم وتنضبط ربنا يديك، انما بقى في افلام وحاجات ما نعرفهاش. الحمد لله البونت ده قعد النادي في الدوري. مبروك طبعا على البونت. بالنسبه للنادي البلديه فريق كبير في ملعب البلديه، البونت هيبقى كويس جدا بالنسبه لنا. احنا 20 بونت بقى الحمد لله 21، دخلنا الى حد ما في المنطقه الدافئه. هيبقى عندنا المنصوره الماتش الجاي على ملعبنا، مش هنفرط برضه فيه، هيبقى لازم ده هنحقق بقى ان احنا نقول خلاص قعدنا نقدر نحقق من خلالها ان شاء الله. لو حققنا نتيجه ايجابيه نقدر نبص على مركز كويس لينا. النهارده اللعيبه كانت رجاله النهارده، والحمد لله على الاداء النهارده. اللعيبه عملت اللي عليها وعملنا على قد امكانياتنا، والحمد لله اجتهدنا، وربنا عوض جهدنا وعوض اللي احنا تعبناه النهارده، التعب بتاعنا النهارده، والحمد لله على التعادل، والحمد لله يعني. في البدايه الحمد لله رب العالمين على البونت. في البدايه طبعا ما كناش راضيين عن ادائنا في الشوط الاول. الكابتن دوماني دخل كلمنا وقال لنا حسنوا من نفسكم والعبوا لعبكم اللي انتم متعودين عليه. نزلنا الشوط الثاني الحمد لله لعبنا وادينا وعملنا اللي علينا وادينا بشكل كويس، وكنا قريبين للمكسب رغم ان احنا بنلعب فريق كبير في ملعبه زي بلديه المحله. الحمد لله على البونت، وان شاء الله باذن الله نكسب الماتش الجاي باذن الله. كان معكم من استاد بلدية المحلة عبد النبي النادي وحسام جبر ولولو موسى وخالد حسان.